صباح بكري جاب نور خفيف داخل الصالون. ليلى كتفيق بكري، كتوجد القهوة، ما كاين لا توتر لا تسرع. كتشوف الباب اللي كان محلول شوية في الليل تسد، ولكن ما تسدش بقسوة. آدم فاق وكيضحك وقال ليلى: ماما، واش نخرج اليوم؟ ليلى ابتسمت ابتسامة هادئة وقالت ليه: حتى نشوف. الصوت الداخلي ديالها كيقول: اليوم خاصني نكون صادقة مع راسي. رامي بوحدو في الطوموبيل ديالو قدام البحر، كيشوف تسجيل صوتي قديم ديالو وهو معصب. كيحبسو، كيطفي التليفون، كيقول بصوت مسموع: انا ما بغيتش نرجع بحال قبل حتى الا بقيت بوحدي. كيمشي عند المستشار مرة اخرى. المستشار كيقول له: التغيير الحقيقي ما كيطلبش نتيجة، كيطلب استمرارية. رامي كيخرج وجهه ما فيهش خوف، وانما فيه مسؤولية. ليلى لابسه حوايجها وشاده سوارت في يديها. شافتها سارة وقالت لها: فين غادية ليلى؟ جاوبتها: نمشي نسمع قلبي بلا ضغط. مشات ليلى للجردة فين كيلعبوا الوليدات الصغار، وهي تلقى رامي مع آدم مشى كيجري عندها وهو كيقول: ماما. رامي بقى في بلاصتو ما قربش، وبقى كيقول مع راسو بهدوء: وجودك كافي دابا. ولكن ليلى هاد المرة ما كتشوفش راجل كيطالب، وانما كتشوف راجل ماشي مزروب وكيعاين بهدوء. ليلى في حوار هي ورامي، وقالت له: رامي، انا ما نقدرش نرجع الا بغيت ننسى. جاوبها رامي: انا ما بغيتكش تنساي. عام شويه ديال السكات والنظرات المتبادله المليئه بالحب، وكملوا الحوار ديالهم. قال رامي: بغيتك غير تشوفي افعالي الا قدرتي. ليلى بعينين دامعين: الا غلطتي مره اخرى ما غاديش نكون هنا. جاوبها رامي عارف اللي كاين، ما كانوش وعود وانما كان اتفاق صريح. رامي دخل الدار ماشي كزوج رجع، ولكن كأب مسؤول، كيعاون آدم في الواجبات ديالو، وكيشكر ليلى على حاجة صغيرة. ليلى كتشوف، كترصد، ما كتسرعش في الحكم. الصوت الداخلي ديالها كيقول: يمكن الثقة ما كترجعش، ولكن يمكن تولد من جديد. في الليل ليلى ورامي في الصالون. آدم ناعس حداهم. رامي قال ليلى: إلا بغيتيني نمشي نمشي. ليلى جاوبات بهدوء: بغيتك تبقى، ولكن تبقى على حقيقتك. يديهم كانوا قراب بزاف، ولكن ما شدوش بعضياتهم. الصوت الاخير كان ديال ليلى منين قالت رامي: ما اختاريتش نرجع، ولكن اختاريت نجرب بلا كذوب. ومشات سلسلة القصة ديالنا من واد لواد، وانا بقيت مع الناس الجواد اللي ما غاديش ينساو يقولوا لي الرأي ديالهم في السلسلة او القصة ككل بجميع اجزائها. وهكذا غادي نكون وصلنا لنهاية السلسلة والقصة ديالنا بجميع اجزائها. موعدنا نهار الحد ان شاء الله مع السعود، مع سلسلة جديدة من قصص من الحياة الواقعية. وما تنساوش ديروا تعليق للقصة، لايك واشتراك في القناة باش يوصلكم اي جديد. فهدفنا
هو نوصلوا ل100K. دعمكم غادي يوصلنا. والله يرحمنا، راه هاي دي مع نهاية الفيديو بدات الشتا. يلا السلام عليكم وفي رعاية الله وحفظه.